تعالوا نعمل احلى كيكة برتقان تحفة جدا. مش محتاجة غير شوية دقيق وشوية عصير برتقان. الكيكة دي بعملها لما اكون بقى عايزة اكل حاجة مسكرة حلوة كده، وفي نفس الوقت ما اقفش كتير في المطبخ، وكمان ما كلفش فلوس كتير. هنعمل كيكة البرتقان الصيامي من غير حليب، من غير بيض، من غير زبدة، بمكونين 3 كده بساط من المطبخ، وفي نفس الوقت مغذية وحلوة قوي للولاد. اول حاجه هستخدمها وهو البرتقان، هبشر القشره الخارجيه بتاعته. هحاول ابشرها بالمبشره على الجنب اللي انتوا شايفينه ده. هبشر القشره بس من غير ما اخد الجزء الابيض اللي في القشره زي ما انتوا شايفينها كده. المهم هنحتاج كده بتاع معلقه من قشر بشر البرتقان، والباقي هشيله في الفريزر. هحط كمان كوبايه وربع من السكر، هحط عليها معلقة كبيرة من قشر بشر البرتقان، وكمان معلقة كبيرة من عصير تانج اللي انتوا شايفينه ده، معلقة واحدة بس. هقلب المكونات كده، وبعد كده هنزل بنص كوباية مية سخنة كويس قوي عشان بس تدوب السكر وتدوب المكونات. بعد كده هبشر البرتقان اللي عندي واخد منه كوباية وربع عصير برتقان فريش. هنقلب بقى المكونات كويس جدا ونتأكد ان السكر اختلط. هنزل بمعلقة كبيرة من الخل، وبعد كده هحط قد نص كوباية من الزيت، نص كوباية زيت، وهنزل بيها بالتدريج وانا بقلب نص كوباية زيت. بعد كده خلاص الخليط جاهز. نيجي بقى المكونات البودر. عندي الدقيق بتاعي 3 كوبايات من الدقيق، هنخلهم، احط كله في المنخل بالشكل ده. بعد كده هنحط معلقتين كبار من النشا، ودي بتخلي كده الخليط بتاعي هش وحلو، والكيكه بتبقى هشه. كيس من البيكنج باودر، ومعلقه صغيره جدا او ربع معلقه صغيره جدا من البيكنج صودا، ورشه ملح. وبعد كده تعالوا ننخل المكونات دي، ندخليهم مره 2. كل ما تنخليها الكيكه بتبقى هشه وحلوه قوي. نخلت كده الخليط البودر، هنزل عليه بالتدريج على السوائل. وطبعا بقى هنقلب بسباتولا علشان القوام يطلع معانا مظبوط وما يكونش فيه اي تكتلات. انا قلبت كده شويه بالمضرب اليدوي وكملت بالسباتولا عشان طبعا اتاكد ان القوام بتاعي اتخلط كله كويس. بس كده تمام، وده الخليط الكيك المظبوط. بجيب الصينيه ببطنها بشويه زيت وشويه عفرها بشويه دقيق، ونحط خليط الكيك. هيدخل فرن حامي على 180 لمده ساعه الا ربع، لحد ما تلاقوها عليت وتجربيها بالسكينه تلاقيها خلاص ما فيهاش اي سوائل. وطبعا الكيك بتاعنا ده لازم يبرد كويس قوي علشان نقدمه، لانه الكيك بيكون هش قوي طري قوي، فلو قدمتيه وهو سخن هيتفروك منك. انا بحب اقدمه كده في الطبق، ومن على الوش ادهنه مربى، بيديله تيست وطعم جبار. بس عايزه اقول لكم الكيكه هشه وطريه ومرتفعه وحاجه زي القمر. محدش هيصدق ان هي ما فيهاش بيض وما فيهاش سمنه، ما فيهاش لبن، ما فيهاش حاجه. هي بسيطه جدا. ما تنسوش بقى لايك، شير، كومنت، اعرف رايك. كمان سبسكرايب لقناتي على اليوتيوب ريهام صبحي، ريهام's كيتشن. كمان ما تنسوش فولو ومتابعتي على البيج على الفيسبوك بنفس اسم القناه ريهام صبحي، ريهام's كيتشن.